إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مع برنامج طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه زينب يونس. عن هذه الحلقة والندوة التي عقدت مؤخرا تحت هذا العنوان: كيف يقي أبناؤنا وبناتنا أنفسهم من حساسية الحيوانات؟ نشر الثقافة الخاصة بأخطار وجود الحيوانات في المنزل بشكل عام، لأن أصبحت هناك حساسيات من الحيوانات، ليس فقط القطط والكلاب كما هو كان شائع في الماضي، ولكن أيضا هناك حيوانات جديدة بدأت تظهر في البيئة العربية داخل البيوت، مثل الفئران، مثل الهامستر، البعض يربي زحالف، والبعض يربي حيوانات أخرى حتى القرود وبعض في المناطق والنمور والأسود. والنمور والأسود وجدت في بعض المناطق العربية. ولكن يجب تبصير الأجيال الحديثة بمخاطر وجود الحيوانات داخل البيوت بشكل عام، حتى لو كان جاموس أو بقر. الحيوانات ومثل الطيور أيضا في بعض المناطق مثل تركيا دخلت أنواع من الأمراض قاتلة. فيجب العصافير والببغاوات. وجود الحيوانات أو الطيور داخل البيوت له محاذير. المحاذير أنها ممكن أن تسبب الحساسيات، محاذير أنها ممكن أن تنقل فيروسات جديدة غير معروفة، أنها ممكن أن تنقل بعض الميكروبات أحيانا تؤدي إلى نوع من الالتهابات المزمنة في الشعب الهوائية أو الجيوب الأنفية. الفئران فقط الموجودة في مصر مثلا عندنا 38 نوع من الفئران مختلفة الأحجام والألوان. في بعض المناطق في أفريقيا هناك فئران صغيرة جدا بيسموها الفأر القزم، يوضع داخل جيوب الأطفال في المدارس، لسه لم يجي إلى القاهرة. المشكلة في الفئران أنها تؤدي إلى حساسيات. أيضا هناك الجرذان، والجرذ يبقى أكبر في الحجم ومتواجد في والأذن أصغر. والأذن موجود. أنا أراه يوميا في الشوارع. أذن أصغر والأرجل أكبر والذيول أكثر وأكثر سمكا وبلا شعر. وأيضا الهامستر نعرفه طبعا، والحيوان الذي لونه أبيض وفي الفأر الأبيض موجودين طبعا، يحتك به الأطباء والعلماء والدارسي العلوم وفي المعامل والتجارب. ولكن وجد أن أيضا 30% من الذين يحتكون بالفأر الأبيض أو الهامستر يصابون بحساسية ما بما بعد، وأبنائهم أيضا. وأبنائهم ليه؟ لأن أحيانا بعض البروتينات الخاصة بالحيوانات تنتقل من ملابس العامل مع هذه الحيوانات إلى المنازل ويحتضن أبنائه أو يدخل بها إلى المنزل. من خطورة القطط والكلاب بشكل عام والفئران أن البروتينات الخاصة بها شديدة الالتصاق، بمعنى أنها تلتصق بجسيمات العالقة في الهواء، أنها تلتصق بالأسطح. يعني ممكن أن يكون هناك في بيت ما فأر ويختفي ويظل هذا البيت لمدة سنوات، ممكن يكون قطة، وبعد 6 سنوات تجدي بروتينات القطط ما زالت ملتصقة بالأسطح وبالجدران والحوائط والستائر والسجاجيد 6 سنوات بعد زوال القطة. هل هذا ينطبق على المواشي والأغنام والخراف؟ بصورة أقل. ولكن القطط والكلاب والفئران شديدة الالتصاق، وذكور هذه الحيوانات أكثر إحداثا للحساسية من إناثها. طبعا هي تخرب المزروعات وتأكل أطعمة المنزل وهذه الأشياء، ولكنها تنقل أيضا أمراض مثل الطاعون، والطاعون مرض قاتل. وتنقل أيضا حتى في فيروس جديد. نعم، فيروس جديد يجب أن يعرفه أيضا الطلائع والمحبين للحب المعلومات والمعرفة. هناك فيروس الهانتا، صحيح هو نادر، ولكن فيروس الهانتا قاتل ونادر، وينتقل من استنشاق فضلات الجرذان الملوثة. هل له أعراض يا دكتور؟ نعم، يسبب التهابات تنفسية شديدة، ومعدل الوفاة ممكن يوصل 38%. الحمد لله غير موجود في بلادنا، ولكن يجب أن نعرفه احتمال في المستقبل يفد. ويجب أيضا نعرف أنه من الفيروسات اللي تستخدم في الحرب البيولوجية. ما هي الحرب البيولوجية؟ في المستقبل، أو هناك تجرى أبحاث في بعض الدول في المستقبل يريدون أن تجرى الحروب في المستقبل بلا ذخائر ولا بالأسلحة، باستخدام الميكروبات الملوثات تقتل. يقتلون الأعداء عن طريق نشر الميكروبات. واستخدم المغول هذا النظام. المغول كانوا يستخدمون الفئران الملوثة بالطاعون لقتل الأعداء ولتلويث آبار المياه. كيف يقي أبناؤنا وبناتنا أنفسهم من أخطار هذا الملوث؟
الإقلال من التعرض يبقى محاربة الفئران، عدم تربية الفئران البيضاء في المنازل، النظافة، محاربة تراكم القمامة، يعني عدم اقتناء الحيوانات في أماكن المعيشة، يعني نعم النوم نعم. والذين لديهم حيوانات يجب أن يوالون التنظيف المستمر لها. وحتى الذين يعانون من الحساسية يجب الامتناع تماما عن التعامل معها، ويجب نشر منظومة النظافة في المنزل والبيوت، ويجب معرفة أن ترك أي نوع من بواقي الطعام تحت مائدة الطعام أو في المطبخ أو في أي مخزن للغلال أو الطعام ده، أو الذين يخزنون القمح أو الذرة في المنازل في المناطق الريفية تفد عليها الفئران ليلا وتتغذى بها. يجب أيضا أن نعرف أن وجود أي نوع من الكحة أكثر من أسبوعين أو 3 أو حكة شديدة أو أي نوع من الحساسيات ربما يكون هناك فأر بجوارنا واحنا لا نعرف. فار او حيوانات من اللي هي يعني احيانا عند الجيران، عند الجيران. وكثيرا ما نعرف ان سبب الحساسيه يكون فأر عند جار او عند الجيران او عند مخزن خلف المنزل مليء بالطعام وهكذا. احكام تغطيه الصناديق القمامه مهم جدا، تنظيفها باستمرار، منع السجاجيد تماما في البيوت التي بها حساسيات، منع السجاجيد تماما لأنها تلتصق بها المواد المسببة للحساسية التي تخرج من هذه الحيوانات. ماذا يفعل يعني الناس والأبناء وهم في فصل الشتاء؟ ممكن نستخدم من الحصير البلاستيك أو الجلد اي نوع في الاسره المصابه بالحساسيه. نعم، سهل التنظيف وغير قابل للالتصاق بشكل مختلف. الياف السجاجيد تلصق بشكل محكم، ملوثات تحتفظ بالملوثات فترات طويله. تغيير المفارش، لكن اذا يعني تم تنظيفها بصفه مستمره وتطهيرها بصفه مستمره، وكمان التنظيف الجاف، غسيل الجاف افضل. وهنا يعني تتجلى الحكمه من النظافه التي يدعون اليها ديننا الحنيف، وتوفير المصائد بشكل عام. والمصائد حاليا هناك مصائد حديثه تستخدم المواد اللاصقه غير ملوثه للبيئه، والتخلص من بقايا الطعام بشكل صحي محكم ومغلق في كيس مغلق، وتخزين الغلال في مخازن مقاومه للفئران. ويجب ايضا ان احنا نسد الثقوب التي في الجدران وفي الارضيات وفي الاسقف وفي اي مكان، وتغطيه فتحات انابيب الصرف الصحي باي شكل من الاشكال، حتى بالاسلاك المعدنيه. في حالة وجود أي نوع من الحساسيات يجب تبصير القائم بالخدمة، الأطباء والصيادلة والممرضة، أن احنا لدينا فئران، ولذلك هذا أصبح من طرق الوقاية من المضاعفات. نعم، هكذا أبنائي وبناتي تعرفنا على عنوان حلقة اليوم في الندوة التي عقدت مؤخرا تحت عنوان الوقاية من حساسية الحيوانات، وتعرفنا على كيف نقي أنفسنا من هذه الحساسية، ومن خلال اللقاء مع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال. شكرا يا دكتور على هذه المعلومات الطيبة. شكرا جزيلا. الشكر لله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شئت القبول في الدعوات فاختم بالصلاة على محمد. صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنتم مع برنامج طلائع الإيمان